سينا موجودة في قلب تلال توسكانا المبهجة، مدينة عظيمة قررت إنها ما تمشيش مع الزمن، لكن خلته هو اللي يلف حواليها في دايرة زي بياتزا ديل كامبو كده، الساحة التاريخية اللي معمولة على شكل صدفة مفتوحة. أرضيتها مقسومة 9 حتت بتمثل مجلس التسعة اللي حكموا المدينة في الفترة الذهبية ما بين سنة 1287 و 1355. وفيها فونتي جايا، نافورة الفرحة أو البهجة، اتبنت سنة 1342 وكانت المية بتوصل لها مخصوص في أنابيب من على بعد 25 كيلو. والإطار الرخامي ده اتعمل سنة 1419، عبارة عن منحوتات بتصور مشاهد من سفر التكوين. الساحة متحوطة بمباني تاريخية لونها طوبي مميز مش موجود غير في سينا، وفي وسطها قصر بالاتسو بوبليكو اتبنى عشان يكون مقر لحكومة جمهورية سينا في الفترة الذهبية. جواه شوية جداريات رائعة، أهمها لوحة الحكم الجيد والسيء اللي رسمها لورنزاتي سنة 1338. تعتبر أول عمل فني في التاريخ بيصور نظام الحكم المدني والعدالة الاجتماعية. رسومات بتبين إزاي الحكم العادل ممكن يخلي مدينة مزدهرة والحكم الفاسد بيخربها ويحولها لدمار. فوق القصر توري ديل مانجا، واحد من أطول الأبراج في العالم في العصور الوسطى، طوله 102 متر. اسمه معناه برج الشره، الأكيل يعني أو الطفس، وده كان لقب أول جراس للبرج اللي شغلته يضرب الجرس، واتلقب بكده عشان ما كانش بيعمل حاجة في حياته غير إنه ياكل ويشرب. لكن اللي بيميز سينا عن أي مكان تاني في إيطاليا هو سباق الباليو. سنة 1260 سينا كانت جمهورية مستقلة بتتنافس مع جارتها فلورنسا، وحصلت ما بينهم معركة شهيرة اسمها مونتابيرتي. لكن قبل المعركة أهالي سينا عملوا نذر إنهم لو كسبوا هيعملوا احتفال سنوي للسيدة مريم العذراء، وفعلا سينا انتصرت، ومن فرحتهم عملوا الاحتفال مرتين مش مرة واحدة، في 2 يوليو وفي 16 أغسطس. كان الأول في شكل مواكب دينية، وبعدين بدأت سباقات الخيول تتعمل بره أسوار المدينة سنة 1310، وفي سنة 1656 بقت السباقات بتتعمل جوه ساحة كامب. وفي القرن ال18 اتحطت قواعد جديدة للسباق بقى بيتنافس فيه الكونترادا اللي هي أحياء المدينة، 17 كونترادا كل واحدة ليها رمز بيميزها، ليها علامها وألوانها وكنيستها ومتحفها كمان. باليو مش سباق عادي، هو أقرب لحرب شرف وكرامة بين الأحياء، رمز للفخر والانتماء لسكان البلد، حدث استثنائي رهيب ومجنون، ويا بخت اللي يعرف يحضره. سينا مشهورة كمان بواحدة من أجمل كاتدرائيات إيطاليا، دومو دي سينا، تحفة قوطية بواجهة من الرخام الأبيض والأخضر والأحمر. كانت هي الأصل اللي استوحوا منه تصميم مواجهة كاتدرائية أورفيتو، هي فعلا شبهها جدا. أعمال البناء بدأت سنة 1196، وبعد 150 سنة تحديدا سنة 1339 قرروا يوسعوها عشان تكون أكبر كاتدرائية في أوروبا كلها. لكن الطاعون ضرب المدينة سنة 1348 وقضى على أكتر من تلت سكانها، فتوقف المشروع وتساب نص مبني لحد النهاردة، والجزء ده بقى اسمه فاتشاتوني. الكاتدرائية مليانة أعمال لعباقرة النهضة العظماء زي دوناتيلو ومايكل أنجلو وبيزانو. أرضيتها نفسها تحفة فنية، 60 لوحة مرسومة بالحفر في الرخام اتنفذت على مدار 200 سنة من 1369 لحد 1547. لكن حلاوة سينا مش بس في المعالم المشهورة، أصلا التمشية فيها بلا هدف هي في حد ذاتها متعة عظيمة. توه وسط الحواري وشوف رسومات كل كونترادا على الجدران، روح كنيسة سان دومينيكو اللي محفوظ فيها راس القديسة كاترينا، ومتحف سانتا ماريا دي لاسكالا، ده كان واحد من أقدم المستشفيات في العالم من القرن التاسع. اتمشى في شارع فيا دي بانتانيتو، كله محلات ومطاعم ومخابز. جرب مكرونة بيتشي، التخينة دي اللي بتتلف بالإيد، وريتشاريلي، بسكوت اللوز الطري اللي سينا مشهورة بيه، وبانفورتي، ملبن سينا المشهور من القرون الوسطى. لو هتقعد هناك كام يوم عدي على مونتريوني وروح بيانزا ومونتي بولتشيانو، انزل المياه السخنة في ينبوع سان فيليبو وتأمل جمال وسحر توسكانا عند وادي أورشيا. دي كلها مشاوير في حدود ساعة من سينا. لكن نصيحتي طالما انت هناك ابعد ساعة زيادة كمان وروح استجم واغطس في تيرمي دي ساتورنيا، خيالي. باختصار سينا مش جوهرة مخفية، دي جوهرة مكتملة، مدينة توسكانية عظيمة كلها أساطير وتاريخ وهوية وإيمان وفخر. كل حارة فيها عاملة زي سطر في كتاب قديم، وكل منحوتة فيها تحسها عايزة تنطق وتحكي حكاية. سينا هي لوحة حية متجمدة في الزمن. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب
وتتابعني على صفحاتي على فيسبوك وإنستجرام. تحياتي يا جماعة، أنا ابن يحيى، وأشوفكم في الفيديو الجاي.